جدد اليوم ماركو روبيو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، لكن صدقوني بأنه هذا ليس أخطر خبر بالنسبة للنظام الجزائري صدر اليوم، لأنه ما جاء في البيان على موقع كتابة الدولة للخارجية الأمريكية فيه أمور صادمة أكثر من هذا بمنطق النظام الجزائري وميليشيات البوليساريو التي فتحت عليها باب جهنم اللي كنت قلت أنها ستفتح على النظام الجزائري وميليشيات البوليساريو مع عودة دونالد ترامب، وهو ما يحدث الآن، لأنه هذه ليست إلا البداية. ما حدث اليوم راح نركز في لقاء هذا وزير الخارجية المغربي مع ماركو روبيو، لكن ليس فقط، لأنه كان لقاء آخر ربما هو أكثر خطورة من اللقاء الأول. اليوم لن نطيل كثيرا في الأمور الفرعية، فقط بداية طبيعة الحال الأزمة، لأن النظام الجزائري في وقت جاءت هذه الكارثة الكبرى رغم انبطاح وركوع ورضوخ النظام الجزائري بالعبارة اللي الآن سيخلدها التاريخ. تعرفوها العبارة اللي قالها وزير الخارجية الجزائري الأسبق وسفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، اللي هو صبري بوقادوم: sky is the limit. لا حدود لما يمكن أن تقدمه الجزائر من أجل تحسين علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما قاله صبري بوقادوم منذ الآن أسبوعين. سنرى نتيجة هذا الكلام، هل الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة اقتنعت بالعبارة هذه sky is the limit. لكن قلت لكم بأنه النظام الجزائري في وقت قبل ما تأتي هذه الصفعة والضربة القاضية في مسألة الصحراء، لأننا نحن في الترتيبات الأخيرة، أنا قلتها حتى قبل يعني وصول دونالد ترامب إلى الحكم ومع انتخابه، قلت لكم بأن القضية هذه إذا عاد دونالد ترامب وهو الأرجح وقتها، قلت لكم بأنه القضية سيكون يعني على الأكثر سنتين 3 سنوات، إن لم تكن قضية يعني في نهاية السنة هذه ستجد حلا نهائيا، وهو ما نتجه نحوه خصوصا مع ما حدث اليوم. لكن في نفس الوقت النظام الجزائري قلت لكم كان غارق ولا زال غارقا في أزمة كبرى افتعلها مع دول الساحل ومع كونفدرالية اتحاد دول الساحل التي تضم بوركينا فاسو النيجر ومالي بطبيعة الحال. ونشوفوا آخر تطور راح ناخذ منه دروس فقط، لأنه التطورات ربما سمعتوا بها. مشاهدينا أهلا بكم. قررت الجزائر في بيان لوزارة الدفاع الوطني غلق المجال الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من 7 أبريل 2025. طبيعة الحال الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام مالي. تعرفوا هذيك لا سونساسيون دو ديجا فيو، الإحساس، شعور أنك هذه القضية عشتها من قبل، وأنه راي نفس الفيلم ونفس الأسطوانة تتكرر. لأنه هذا بعيدا حتى على الدبلوماسية، بعيدا على تسيير الدول، تسيير شؤون الدول، بعيدا عن العلاقات الدولية. لو شخص انت عندك مشكل مع شخص آخر وتبقى الأمور هناك، الناس تشوف يقدروش يحكموا، اللهم إلا إذا تعمقوا بشكل كبير بينكما، يعني يقول لك هذا عنده كلام، الآخر عنده كلام، وهذا صراع. لكن لو يكون واحد من الاثنين متعود، عنده إشكالية مع جميع جيرانه، مع كل الناس اللي محيطين به، مع كل سكان القرية والمدينة اللي يسكنها، وعنده مشاكل متعددة ولا تتوقف وكل يوم يخرج مشكل جديد، طبيعة الحال الناس راح تقول بأنه هذا هو الشخص اللي سبب الخلاف بين هذين الشخصين اللي رانا نشوفوا فيهم أمامنا يتصارعون. نفس الشيء بالنسبة لما يحدث اليوم في شمال إفريقيا. أنا دائما نقول بأنه منطق ما يحدث بين النظام الجزائري والأزمة اللي افتعلها بداية من 2001 نهاية 2021 مع المغرب بقطع العلاقات بغلق المجال الجوي. المشكل أنه النظام الجزائري لما انت تاخذ، لو يأتي شخص ما يعرفش المنطقة، ما يعرفش ما يحدث في شمال إفريقيا،
يشوف يلقى النظام الجزائري يغلق المجال الجوي مع المغرب، النظام الجزائري يعني سحب السفير تاعو من المغرب، أوقف العلاقة، قطع العلاقات. النظام الجزائري سحب سفيره من إسبانيا في 2022، النظام الجزائري سحب سفيره من فرنسا، النظام الجزائري أصدر بيانات ضد الإمارات، النظام الجزائري يهاجم حفتر، النظام الجزائري عنده مشكل مع مالي، مع النيجر، مع بوركينا فاسو، مع جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي استدعت السفير الجزائري، وغيرها من الأمور. النفس سينقطع لو أستمر في أنني أعدد ما حدث، بلا ما نتكلموا على الصفعات تاع البريكس، بلا ما نتكلموا اللي قالت النظام الجزائري لا وزن الله بلا مواقف لهذا لا يمكن انه ينضم للبريكس، بلا ما نتكلموا على رفض اعطاء الجزائر تنظيم كاس افريقيا وغيرها من الفضائح في جميع الاصعده، الطوابير في كل مكان، والاشكاليات هذه الدبلوماسيه، التخبط هذا تاع النظام الجزائري كل يوم اشكاليه جديده. اليوم المجال الجوي مغلوق مع مالي، مغلوق، ومالي غلق المجال الجوي لأنه مالي أيضا عملت بالمثل. لكن غلق المجال الجوي تعرفوا بأنه كثير من الرحلات الجوية تاع الخطوط الجوية الجزائرية تمر عبر دولة مالي من أجل التوجه إلى غرب إفريقيا وإلى دول إفريقية أخرى. اليوم إشكالية مع مالي، المغرب، مع النيجر، موريتانيا الأمور إلى حد ما عادية بين قوسين، تونس العلاقات جيدة، ليبيا إشكالية كبرى خصوصا مع الجهة الأقوى والطرف الأقوى اللي هو الماريشال حفتر. تشاد عندها أسابيع فقط، عندها أشهر قليلة فتحت قنصلية عامة في مدينة الداخلة، وبطبيعة الحال ما أثار امتعاض النظام الجزائري. معناتها المحيط كله، بلا ما نتكلموا في اوروبا، ازمه مع فرنسا، ازمه مع اسبانيا، فقط العلاقات جيده مع ايطاليا، الازمات مع الامارات السعوديه في الجامعه العربيه. هذا كله تعداد، كل هذا يكفي. انت ما تحتاج تقول الان مثلا في الصراع مع المغرب من هو الطرف اللي تسبب في المشاكل. الطرف اللي تسبب في المشاكل هو الطرف اللي عنده مشاكل مع المحيط الإقليمي تاعو كله. اليوم حملة، صدقوني وهذه أمر خطير جدا لابد أننا نتكلموا فيه، حملة عنصرية ما تقدروش تتصوروا. ربما البعض منكم راكم شفتوا بعض التعليقات وبعض الهجمات على أصحاب البشرة السوداء فقط لأن الجزائر اليوم عندها أزمة مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو. استهداف المهاجرين هذوك من دول افريقيه، يعني دول جنوب الصحراء بطبيعه الحال دي سوبساغيه، لانه احنا من المفروض رانا افارقه. ما فهمتش هذا النظام الجزائري وانصاره يظنوا نفسهم بانهم سكنديناف، وإحنا في إفريقيا. كيف أنك تكون عنصري في إفريقيا؟ حملة عنصرية قذرة وشرسة. يعني لو ناخذ، أنا تعرفوني الدين لا أتكلم تماما في الدين، لكن هذو الناس تلقاهم على العموم يدعون التقوى والإيمان. هل من التقوى والإيمان أنك تهاجم الناس على لون البشرة تاعهم؟ هل من الأخلاق ومن المنطق انك تهاجم الناس على البشره تاعهم؟ هل من الطبيعي انه تكون حمله عنصريه وانت تضل تبكي في فرنسا تقول راني ضحيه عنصريه والجزائريين والفرنسيين هادو يستهدفوهم بالعنصريه وغير ذلك؟ لا وجود لعنصر شعبا ودوله، لانه هذه نتيجه تاع نظام زرع الحقد. انا هذه القضيه اللي دائما نتكلم فيها، انه النظام الجزائري الحقد انه يغذي كل الاحقاد ضد القبائل اللي هما جزء الاصل من الجزائر. يعني عنصريه كبيره جدا ضد منطقه القبائل، عنصريه ضد المغاربه، الشتم والسب تاع المغاربه، عنصريه ضد اليهود، عنصريه ضد اصحاب البشره السوداء، الكراهيه. يعني الامر هذا صار حاله مرضيه عامه. لهذا أنا دائما نقول انه المجتمع الجزائري صار مريض بقدر ما هو النظام الجزائري غرس وزرع هذه الامراض، يعني حتى وصلنا الى هذا الوضع. اليوم راكم كلكم تلاحظون يعني الحمله الكبرى هذه تاع العنصريه وخطابات الكارثيه هذه. هل من المقبول عندك ازمه مثلا وشفناها من المغرب دائما ناخذوها بعيدا على انه انا مصنف عامل المخزن وكذا، ناخذوها بموضوعيه.
المغرب لما يهاجم الجزائر او الجزائريين دفاعا عن النفس، ولا المغاربه حتى ولو انا ما نحبش نتكلم عن الشعوب لانه لا شيء اسمه الشعوب، كاينه دول خصوصا لما تكون ملكيه لا يمكن مخاطبه الشعب المغربي او الشعب السعودي، تخاطب الحكام تاعو. لكن لما نشوفوا ما ياتي من الطرف الاخر تلقى كلام، تلقى على التاريخ، تلقى على الهويه، تلقى على كذا. احنا ما هو كان ابرز شعار في الاشكاليه مع المغرب؟ تشبيه المغاربه بالقرده. التلفزيون العمومي عطالو بهذيك الاغنيه الحقيره هذيك اللي غناها للاسف حبينا ولا كرهنا الملايين في الجزائر وقت خسرت المغرب في كاس افريقيا. كوت ديفوار لما راحوا الكوت ديفوار راكم شفتوا الكلام العنصري كيف تعرضوا الى بنات صغيرات تتحرشوا بهم، كلام عنصري ضد الايفواريين اللي هما شعب مضياف كثيرا. رغم انه كاس افريقيا نجحت بشكل كبير لكن ما شوهها هم القاذورات تاع النظام الجزائري. الكلام ضد اصحاب البشره السود حتى داخل الجزائر يعانون من الخطابات العنصريه داخل الجزائر، فما بالك خارجها. لليهود ما نحكيوش. اليوم فقط راني كنت نشرتها الناس اللي في اكس، شوفوا القاذورات، ولو انه كاين عبارات نابيه ما نقدرش نعرضها للفرنسيين لانهم ما يفهموش اللغه العاميه الجزائريه، لكن يتهجموا يشتموا في اليهود عوض انهم يتكلموا مثلا على اسرائيل او الصهاينه. بالك الامر يمر، جايين لفرنسا ويقول لك افتحوا لنا الحدود. تخيلوا في بارباس يغني ويفتحوا لنا الحدود، هو راه جا يعني في قوارب هجره غير شرعيه الى فرنسا وشوف الوضع. لهذا اليوم انا حبيت قلت لكم اليوم هي وقفه كدرس، وراح نتكلموا الان على الموضوع الاهم اللي نفس الشيء الكلام اللي راح نتكلموا بالنسبه للقاء وزير الخارجيه المغربي وماركو روبيو. راهي امور تكلمت لكم عليها في 2022 صراحه كنت مستبقها. فقط النظام الجزائري ليس له قدره على الاستشراف، لو كانت لهم قدره على الاستشراف لكانوا استبقوا ما يحدث اليوم. احنا رانا تكلمناه من قبل، انا معاكم لو ترجعوا ل 2022 كنت قلت لكم تقريبا ما حدث اليوم. لانك لما تكون عندك قراءه متأنيه وبارده للمواضيع تكون عندك رؤيه لما يمكن ان يحدث. ما تقدرش تتوقع ولا تصير دير في التنجيم، لكن العلاقات الدوليه فيها لما تتابع الاحداث، لما تاخذ كل المعطيات، لما تحلل الامور ببروده تقدر تستبق الكثير من الامور. لكن النظام الجزائري بدهنيه تيري برك بالعباره الشعبيه البسيطه. قلت لكم هذه الازمه اليوم مع دول الساحل لم تكشف فقط الهشاشه والقذاره تاع النظام الجزائري وكيف انه صرنا منبوذين اقليميا وهو ما اقوله منذ سنوات، كشفت ايضا الاشكاليه داخل المجتمع الجزائري، الامراض داخل المجتمع الجزائري، العنصريه، الحقد، خطابات الكراهيه، العقد، هذه العقد مع المغاربه بسبب التاريخ، العقد مع الفرنسيين لانهم استعمرونا وما زالت عقده المستعمر، العقد يعني كثير من انواع العقد مع كل الجهات. هذه اشكاليات كبرى، ولهذا دائما نتكلم انا على امراض المجتمع الجزائري صراحه وهي وما اكثرها. لكن اليوم قبل ما نروح للقاء اللي راح نتكلموا عليه او اللقاءين، صراحه هي البدايه كانت الامور لا تبشر بالخير بالنسبه للنظام الجزائري، لانه ماركو روبيو كان له تصريح سابقا حول دول غرب افريقيا، ونشوفوا على من تكلم. On the flip side of it, if you look at Littoral West Africa, there are real opportunities there for, and in fact, ongoing engagements, not just on counterterrorism, but on economic progress. I look in the north to Morocco, another place where we have already seen substantial improvements because of the accords, but also because phase 2 of that relationship that. هنا ماركو روبيو كان يتغنى بالعلاقة المغربية الأمريكية، وكان يعطي المغرب كمثال للدول الإمكانيات الموجودة في غرب إفريقيا والاستثمارات الممكنة هناك، وأعطى مثال باتفاقية، تعرفوا بأن هناك اتفاقية تجارة حرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويعني أعطاها كنموذج وأعطاها كمثال. معناتها أنه
يعني ماركو روبيو ربما ناخذها بالإنجليزية حرفيا، يعني قادر على تحديد المغرب على خريطة، وهو ما لا يعجز على فعله مع الجزائر. مثل دونالد ترامب، يعني لا يضعون، يعني الجزائر غير موجودة بالنسبة للإدارة الأمريكية تقريبا. ورغم أنه هذه كانت في جونفي، أيضا شفنا أنه الشهر الماضي سكاي إز ذا ليميت قالها بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري الأسبق وسفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية. قال لا حدود لما تستطيع الجزائر تقديمه من أجل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. صبري بوقادوم يعني تكلم على التعاون الاستخباراتي، الأراضي النادرة، قدم كل شيء كعرض للولايات المتحدة الأمريكية، بل أكثر من هذا. تتذكروا أنه في نهاية السنة كنت أنا تكلمت على نفاق بين ضفرين النظام الجزائري في قضية مكتب الاستشارات اللي تعاقدوا معه، اللي مسمى بجيار جروب، واللي هو واحد من كبير المستشارين فيه يهود باراك. رغم أنه النظام الجزائري يقول لك حنا ولا علاقات مع إسرائيل وحنا ما نتعاملوش وكذا، والقضية الفلسطينية وظالمة أو مظلومة، وكان تعامل مع مكتب هذا من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. رغم أنه القضية حنا هذه أنه لما تجي الإدارة الأمريكية مع دونالد ترامب راح تكون كارثة على النظام الجزائري. قلت مثلا أنا ترجعوا ل 2022 2022 قلتها وقت بأن دونالد ترامب عايد، الجمهوريين عائدين، وراح تكون كارثة على النظام الجزائري. لابد من الرجوع إلى الوراء في قضية هذه الصحراء والابتعاد عنها. لابد من محاولة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقتها قال لك لا، وحنا والمواقف والمبادئ، وتبون راح التقى بوتين وقال له انت صديق العالم وحنا عندنا النيف وكذا. اليوم قضية تغيرت، لأنه ما حدث طبيعة الحال نروح إلى الموضوع الأكبر اللي راح يكون فيه كلام كبير، لأنه قلت لكم أنه اللقاء ليس هو الأساس. هذا ماركو روبيو هنا ترونه مع وزير الخارجية، ماركو روبيو كاتب الدولة الخارجية الأمريكي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. أوكي، لقاء جمع الرجلين. كان بيان، صدر بيان من كتابة الدولة الخارجية الأمريكية ولا تقرير حول اللقاء ماركو سكرتاري روبيوز ميتين with Moroccan Foreign Minister بوريطة، يعني اللقاء بين ناصر بوريطة وماركو روبيو. نروحوا للشق اللي يهمنا، لأنه كان كلام حول العلاقات المغربية الأمريكية، حول اتفاقية أبراهام بطبيعة الحال، حول المنفعة اللي ياخذها البلدين، وحول أيضا دور المغرب في غد أفضل بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين في نفس الوقت وكل شعوب المنطقة. يعني شدد على الدور المغرب في هذه القضية الفلسطينية. لكن نوصلوا في الشق اللي يهمنا في شمال إفريقيا. يقول البيان The Secretary، يعني أنه كاتب الدولة reiterated، جدد that the United States recognizes Moroccan sovereignty. معناتها ركزوا لي جيدا، جدد reiterated، جدد. وانا واش قاعد نقول لكم منذ، رغم انه النظام الجزائري تتذكروا في السنتين الاخيرتين انا لما كنت نتكلم حتى النظام حتى مسؤولين كانوا يشيرون الى انه الموقف الامريكي الان ماهوش هو موقف 2020، وانا كنت نقول لا، الموقف الامريكي في الولايات المتحده الامريكيه اعترفت بمغربيه الصحراء والقضيه انتهت اعتراف كامل. قال لك لا وانت تكذب لانك عميل المخزن وتشوه وتزور وهذه غير حقيقه. هنا ماركو روبيو يقول لك ريتريتد، يعني جدد فقط. لهذا اصلا قلت لكم انه الموضوع راه مش هذا بالضبط. ماركو روبيو جدد اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية and supports، ويدعم، اسمعوا جيدا، Morocco's serious, credible and realistic autonomy proposal as the only basis. ويدعم بطبيعة الحال هذيك العبارات الدبلوماسية المعروفة، مخطط مبادرة الحكم الذاتي كحل جدي واقعي، راكم تعرفوا الكلمات، لكن only basis،
معناتها ماشي فقط جدد اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وزاد قال لك only basis، معناتها كإطار أو كحل وحيد. تتذكروا أني قلت لكم بأن فرنسا منذ 2007 كانت تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، لكن ما أضيف في 30 جويلية الماضي هو العبارة تاع لا سول باز only basis، الأساس الوحيد لحل النزاع تاع الصحراء، وهو ما قاله معناتها تجديد الاعتراف الواضح والصريح واللا مشروط بمغربية الصحراء. الكلمات وكأنه تقريبا الخارجية الأمريكية راهي تسكت في الأبواق تاع النظام الجزائري. تعرفوا في المواقع ما عندهمش، ما على باليش إذا كان عندي حتى نفتحوا قوس نضحكوا شوية، لأنه على بالي المواضيع قادرة تكون ثقيلة نوعا ما، نحاولوا نلطفوا الجو شويه. على ما اظن معي الفيديو تاع هادو ابواق النظام الجزائري اللي تلقاوهم المختلين في المواقع. شوفوا واش كان يقول واحد منهم، سمعته صراحه والله الفيديو مضحك جدا. المغاربه تشوكاو البارح لانه بيان رسمي البارح خرج عن الاداره الامريكيه يعترف بالصحراء الغربيه. البارح المغاربه تاكدوا اللي تحليلنا صحيح انه ترامب تحليله صحيح. قال لك المغاربه تاكدوا، هذا واحد يكون من الابواق تاع النظام الجزائري، قال لك بانه المغاربه تاكدوا الولايات المتحده الامريكيه اصدرت البارحه برك بيان تعترف فيه بان بالصحراء الغربيه. لا الولايات المتحده الامريكيه تكلمت عن الصحراء الغربيه لكن تحت السياده المغربيه، هذا هو ما غفل عنه ابواق النظام. لكن بعيدا عن المساخر صراحه انصار النظام الجزائري، على الأقل الشيء الجيد فيهم أنه يضحكونا مع الوضع الكارثي في البلد، مع الجزائر اللي صارت مزبلة كبرى، مع المأساة والجحيم اللي يعيشه الشعب الجزائري. على الأقل ساعة ينحيوا علينا بالجانب الساخر هذا تاعهم. المشكل قلت لكم، او المشكل النظام الجزائري البوليساريو، انه قلت لكم واحد درك يقول لك انت راك قلت كل شيء، علاش كنت تقول لنا بانه اعتراف، هذا هو الخبر، الولايات المتحده الامريكيه تجدد اعترافها بمغربيه الصحراء. انا بالنسبه لي هذا تحصيل حاصل. اصلا الكلام قلته لكم لما جبت لكم ايضا تصريح سفيره الولايات المتحده الامريكيه في الجزائر اللي هي عينت في وقت الديمقراطيين اصلا، واللي قالت لكم انه مغربيه الصحراء حقيقه تاريخيه. هذيك راح تبعد على كل حال. ف لهذا بالنسبه لي انا هذا تفصيل، ولو انه هذا يفند لهذا اليوم انصار النظام الجزائري، والنظام الجزائري راه السكوت كامل. ودوك نتكلموا على البيانات تاع النظام الجزائري. المشكل قلت لكم هو جاي في الشق الثاني، وهي الصدمات اكبر. ثم نروحوا للقاء الاخر لبوريطه اللي هو اخطر من لقائه مع روبيو. The secretary reaffirmed President Trump's urging for the parties to engage in discussions without delay ماشي with delay. هنا البيان يذكر دونالد ترامب شخصيا، يعني التزم شخصيا واكد وشدد. وتعرفوا انه دونالد ترامب لما يضرب على الطاوله انتهت القضيه، انه الاطراف ماشي for the parties، كل الاطراف ماشي الطرفين، معناتها المقصود هو النظام الجزائري ايضا اللي هو اصلا الطرف الوحيد في النزاع. البوليساريو راه فقط واجهه to engage in discussions without delay، انهم يبداو الان في مفاوضات دون ما ياخذ هذا وقت. اسمعوا جيدا ما قاله دونالد ترامب الان، نفتحوا الضفرين. Using Morocco's autonomy proposal as the only framework to negotiate a mutually acceptable solution. دونالد ترامب، لأنه هنا راهم يذكروا دونالد ترامب يقول بأنه يدعو الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع استعمال مبادرة الحكم الذاتي كالإطار الوحيد. من قبل قال لك the only basis، الحل الوحيد، الآن كإطار وحيد من أجل المفاوضات. معناتها المفاوضات لا حكم، لا تقرير المصير، اللي يحب يقرر المصير راه موجود الدرون على كل حال، لا أي شيء آخر. المبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الوحيد. وعلاش هنا نفتح قوس؟
وندير تاني راني قلت لكم سيلف كونغراتيوليشن، الواحد يشكر روحه شويه بالمقارنه مع النظام الجزائري فقط، ما تخافوش. ولو انه هذا مش شكر كبير، لانه لما تتجاوز النظام الجزائري في الذكاء صراحه هذا راهو ماشي انجاز عظيم، راهو حجره في الطريق قادره تتجاوز النظام الجزائري في الذكاء. على كل حال 2020 انا قلت لكم كلام، انا كشخص هكا كشخص فرد وحدي بعقل بالهاتف اللي امامكم نتكلم معكم اخاطبكم، قلتها منذ 5 سنوات. هذاك الوقت انتهت لما اعترفت الولايات المتحده الامريكيه بمغربيه الصحراء. وقتها قلت انه من المفروض الان نروحوا نبداو نبحثوا على حل ونجلسوا لطاوله المفاوضات وننهيوا القضيه هذه ونروحوا الى حلول ترضي الجميع. علاش حتى ننتظروا 5 سنوات وزدنا صرفنا على البوليساريو وزدنا بدرنا الاموال وزدنا شوهنا صوره الجزائر؟ النظام الجزائري 5 سنوات من قبل ما شافش من الامور هذه وما زال. The secretary noted، هنا يرجع ماركو روبيو، noted that the United States would facilitate progress toward this aim. الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد يعني في الجهود من أجل هذا الهدف الذي سطره دونالد ترامب شخصيا في قضية الصحراء. ودونالد ترامب اليوم يقول بأن الإطار الوحيد هو مبادرة الحكم الذاتي المغربية، اللي تبون قال لك بأنها فكرة فرنسية. إن شاء الله درك تكون فكرة من الكائنات الفضائية، درك عندها الطابع تاع دونالد ترامب. شفتوا القضية وين وصلت؟ لهذا قلت لكم انه الشق تاع البيان اللي الكثير راح يركز فيه بانه فقط الولايات المتحدة الامريكية جددت اعترافها بمغربية الصحراء، ما هوش هو هذه ما هوش هو الحدث، ما هيش هذه هي النيوز. الخبر الحقيقي هو ما جاء من بعد، ما جاء يعني من بعد حول دونالد ترامب، حول كلام دونالد ترامب، الكلام المباشر حول القضية هذه. ولكن أخطر بكثير من كل هذا، أخطر أقول ليس أهم لكن أخطر، هو لأنه الناس تتكلم على لقاء مع وزير الخارجية المغربي مع ماركو روبيو اللي هو لقاء طبيعي، لكن اللقاء الأهم والأخطر بالنسبة للنظام الجزائري والبوليساريو هذا هو الذي ترونه أمامكم، اللي كان اليوم قبل اللقاء مع ماركو روبيو. هنا كان بيان من الخارجية المغربية، التقى مع مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب من أقرب المقربين اللي هو مايك والتز. طبيعة الحال يعني مباشرة بعد وصوله وزير الخارجية المغربي يلتقي مع مستشار الأمن القومي. الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب هذه ليست فرنسا وين كاين تعاون استخباراتي كبير بين المغرب وفرنسا مثل ما موجود مع النظام الجزائري أيضا. على كل حال لأنه هناك تحديات، هناك جاليات جزائرية ومغربية كبرى في فرنسا، هناك تحديات أمنية. معناتها قضية الأمن القومي الفرنسي مثلا مطروحة في المغرب ومطروحة في الجزائر، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية لماذا وزير الخارجية المغربي يلتقي مع مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية؟ أنه صحيح الولايات المتحدة الأمريكية عندها اهتمام بقضية مكافحة الإرهاب، لكن هذه على العموم تكون مع الأفريكوم، مع القائد تاع الأفريكوم أو مع جهات أخرى في الإدارة الأمريكية. بطبيعة الحال اللقاء هذا ثم اللقاء مع ماركو روبيو اللي أساس الحديث فيه هو مغربية الصحراء وموضوع الصحراء، هذا هو الموضوع الأساسي. معناتها أنه البوليساريو راهم في طريق الحوثي. إنه قلت لكم أنا لما صنف الحوثي كجماعة إرهابية قلت لكم بأنه هذا ينذر، وكان هذا بالأمر بسرعة كبيرة ينذر بأنه الإدارة الأمريكية من سيكون القادم قادر يكون في القائمة البوليساريو. وهذه تكلمنا منذ سنوات أيضا، قلت لكم بأنه هذه القضية ستأتي لا محالة، خصوصا أنه ميليشيات البوليساريو صارت فيها بطبيعة الحال حساسيات متطرفة. نتكلموا على التطرف في شقه بطبيعة الحال مرتبط بالإسلام السياسي أو بالإرهاب.
معناتها أنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن صارت ترى بطبيعة الحال، راح نقول لكم بالعين الحمراء، البوليساريو وما يشكله من تهديد في شمال إفريقيا على أوروبا أيضا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندها اهتمام بما يحدث في أوروبا وفي جنوب أوروبا في كل العالم، لكن بطبيعة الحال هناك مناطق أكثر أهمية من أخرى، وإسبانيا أيضا مع قربها مع المغرب. بطبيعة الحال أنه تكون ميليشيات البوليساريو موجودة اليوم وغير مصنفة كجماعة إرهابية، هذا لا محالة سيزعج الولايات المتحدة الأمريكية. واللقاء وزير الخارجية المغربي مع مايك والتز مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب، طبيعة الحال هذا هو أخطر لقاء حدث اليوم. الأهم هو اللقاء مع ماركو روبيو في الشق الدبلوماسي بطبيعة الحال في قضية الصحراء. اليوم عرفنا بأنه دونالد ترامب يتابع قضية الصحراء شخصيا. دونالد ترامب لما يقول لك راني نتابع قضية الصحراء شخصيا مش مثل تبون لما يقول لك راني نتابع في القضية الفلسطينية شخصيا. بطبيعة الحال قلت لكم ما لم يكن منتظرا أصلا، أنه صراحة أن هذا هو الفقرة لم أكن أنتظرها، أنه تكون تجديد الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمغربية الصحراء. هذا الأمر كان متوقع صراحة، بالنسبة لي كان أمر طبيعي. لكن أنه دونالد ترامب يعطي التزام شخصي بمتابعة القضية، يدعو الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويحدد بأنه الإطار الوحيد هو مبادرة الحكم الذاتي المغربية. معناتها قبر بشكل نهائي. اليوم اللي يحب يصلي صلاة الجنازة يصليها صراحة، وأظن أنها تجوز على الاستفتاء. الناس اللي ما زالت تحلم بالاستفتاء راهو اليوم خلاص، اليوم راهو الجنازة، راهو دونالد ترامب قبر اليوم المقترح تاع الاستفتاء انتهى كليا. دونالد ترامب قال لك بأنه الإطار الوحيد هو مبادرة الحكم الذاتي المغربية بطبيعة الحال. اليوم لن ينفع النظام الجزائري وأنصاره إلا البكاء على الأطلال. أنا قادر ننصحهم كاين إذا يحبوا يبكيوا على الأطلال، لا أدري والله صراحة. اليوم كيفاش نقولوا يروقوا لي أنني نسمع، لا أدري إذا كنا رايحين، إذا كنت راح نلقاها صراحة. تصريح من تبون هذا هو اللي مليح يبكيو به النظام الجزائري وأنصاره على الأطلال، لكن صعيب نلقاوه هذاك. أصبروا نخليكم في التعليقات تقولوا شو هو التصريح اللي راني نبحث عليه تاع تبون حول قضية الصحراء. كاين واحد التصريح صراحة اليوم يوم هذا التصريح، اليوم لابد أننا الدولة الإسبانية تحت فرانكو عطاونا الصحراء الغربية سنة 1964 1964 يقسم بالله رحمه الله. طيب ما الذي حدث؟ رفض جزائر خاطئهم، جزائر حدودها ما تمس وما تغيرش. انا هذه النصيحه تاعي، كل واحد فيكم بعد اليوم في اسفل الفيديو اقترحوا لنا اليوم انصار النظام الجزائري على واش يقدروا يبكيوا، واش هي التصريحات اللي يسمعوها. لكن انا بالنسبه لي هذا هو، بكيوا على المقترح هو لا وجود له في الواقع. لكن معليش في الاحلام. قال باللي فرانكو عرض على احمد بن بلة المراكشي اللي قال سنة 1985 بأن الصحراء الغربية مغربية تاريخيا، ماشي فقط في الواقع، قال لك حتى تاريخيا مغربية بحكم هو أنه يعرف المنطقة. لكن أنا تبون قال لك بأنه فرانكو اقترح الصحراء الغربية على الجزائر، والجزائر رفضت هذا المقترح. فاليوم من يريد أن يبكي على الأطلال يبكي على رفض الجزائر مقترح فرانكو أن يعطينا الصحراء الغربية في أوهام عبد المجيد تبون. صراحة عبد المجيد تبون لو يعرض على طبيب مختص يعني الأمراض العقلية في بلد يحترم نفسه، صدقوني بأنه أنا متأكد، وهذا دون سخرية ودون ما عنديش معرفة في المجال الطبي، لكن أنا أقول يعني على حسب رؤيتي البسيطة
أظن أن هناك احتمالية كبرى صراحة أنه يصنف كأنه عنده اختلال عقلي. ما نقولش أنه مختل عقليا بالمطلق، لكن في بعض الأحيان كاين تصريحات تقدر تربطها النظام الجزائري فاسد متعفن، تبون ما عندوش مستوى، ماهوش انسان، ما عندوش وزن، ما عندوش هيبه. لكن كاين امور لا استطيع ان افسرها وان ابررها الا باختلال عقلي صراحه. اشكركم جزيل الشكر. ما تنسوش تخليوا لنا تعليقاتكم اسفل الفيديو فيما بعد. تفاعلوا بالاعجاب ايضا، راكم نوعا ما فشلتم في الفتره الاخيره هذه لانه القناه فيها تبليغات كثيره. لا زال الحديث اليوم الموضوع الاساسي كان موضوع الصحراء، لكن لا زالت عوده الى قضيه هذه الازمه مع دول الساحل التي ستستمر، والعزله التاريخية التي وصل إليها اليوم النظام الجزائري، وهو ما استبقناه على كل حال منذ سنوات. لكن اليوم هي نتائج الحماقات اللي ارتكبها النظام الجزائري في السنوات الأخيرة. أشكركم جزيل الشكر، ليلتكم سعيدة، والملتقى في قادم الأيام. شكرا لكم.